لو معايا 1600 جنيه اشتري الاتش كي ولا ممكن اقل شويه واشتري الاكس 8؟ تعال اقول لك الخلاصه، ما تنساش الاشتراك ويلا نبدا الفيديو. لو هنبص لكل ساعة فيهم فهتلاقي هنا ال HK8 جاية لك بعلبة أكبر من ال X8. هتلاقي ال X8 هنا حاطط لك بعض المواصفات في العلبة، على عكس هنا ال HK هتلاقي العلبة سادة ما فيهاش أي كتابة. ولو بصينا بقى أو فتحنا كل علبة هتلاقي هنا ال X8 العلبة سيمبل أو بسيطة خالص، على عكس ال HK هتلاقي هنا حاطط لك كتالوج من قدام والكلام ده كله، وحاطط لك هنا الاستراب وحاطط لك الشاحن وحاطط لك الساعة. هنا طبعا هتلاقي حاطط لك الاستراب وحاطط لك الساعة، ومن تحت هتلاقي حاطط لك الكتالوج وحاطط لك الشاحن. اول حاجه عينك هتيجي عليها هي الاستراب. يعني لو بصينا للاستراب بتاع الاتش كي تلاقي هنا الرابر بتاعه اجمد شويه، او الخامه بتاعته اتقل شويه من اللي موجود في الاكس 8. ولو بصينا برضو للعرض او السكنس بتاع كل واحد هتلاقي بتاع الاتش كي هنا اعرض شويه من الموجود في الاكس 8. انا مش عارف هتبقى باينه عندك ولا لا. وهنا بحسه اللي هو مرن اكتر من اللي موجود في الاتش كي، عشان هنا الخامات بتاعته انا حاسسها اتقل شويه من اللي موجوده في الاكس 8. لو بصينا هنا للساعتين تقريبا وزنهم مقارب جدا لبعض. يعني لو وزننا كل ساعه فيهم، يعني لو جينا للاتش كي هتلاقي وزنها تقريبا 51 جرام، لو جينا للاكس 8 هتلاقي وزنها تقريبا 49 جرام. يعني هتلاقي هنا الاكس 8 او الاتش كي هنا اتقل ب 2 جرام. لو هنيجي بقى للشكل والخامات، فلو بصينا هنا هتلاقي الساعتين مقاربين جدا لبعض، او كل ساعات الالترا تقريبا هتلاقيها قريبين جدا لبعض. يعني لو بصينا هنا لزرار الباور والمايك والزرار بتاع المهام والكلام ده كله، بس ممكن تلاقي حاجات بسيطة جدا ممكن انت ما تاخدش بالك منها. يعني لو بصيت في الاتش كي هتلاقي كل حاجة اعرض، يعني الزرار هنا هتلاقيه اعرض او اتخن من الاكس 8. حتى المايك هنا هتلاقيه اوسع حاجه بسيطه، حتى الزرار هنا هتلاقيه اعرض حاجات بسيطه. لو جينا برضو من الناحيه التانية هنا هتلاقي الزرار بتاع النمط الرياضي هنا هتلاقيه اعرض بحاجه بسيطه، حتى السماعات الخارجيه فتقريبا نفس الشكل، مفيش اي اختلاف حرفيا بينهم. بس هنا لو بصينا هنا الزراير بحسها في الاكس 8 متماسكه شويه عن الاتش كي. يعني هنا الزراير ممكن لو حطيت ايدك عليه هتلاقيه بيلعب حاجه بسيطه جدا، على عكس هنا هتلاقي الزرار ثابت في مكانه. ودي حاجه انا شايفها في الاكس 8 انا شايفها بصراحه احسن من الموجوده في الاتش كي. ولو بصينا من ورا هنا هتلاقي السنسورات بتاعت كل ساعة تلاقيهم الشكل مختلف شوية. هتلاقي هنا جايالك السنسور أعرض شوية من اللي موجود في الاكس 8، وحتى هنا الزراير هتلاقي هي مفيش أي اختلاف. بس هنا لو هنيجي للزراير بتاعت الاستراب هتلاقي في الاتش كي هنا الزرار ده معدن، على عكس الاكس 8 هنا جاي من البلاستيك، ودي طبعا هتبقى لصالح الاتش كي. لو هنيجي بقى للشاشة فالاتنين هتلاقيهم جايين بنفس المقاس، مفيش اي اختلاف حرفيا ما بين الشاشتين. لو هنفتح بقى الساعتين هنا هتلاقي طبعا الاكس 8 بتفتح اسرع من الاتش كي. الاتش كي هنا هيجي يقول لك هلو عبال ما تفتح، مش هتاخد وقت كبير، بس هنا الاكس 8 اسرع من الاتش كي. لو بصينا بقى في اول حاجة في الشاشات، وهي الحاجة اللي انت هتاخد بالك منها، وهي الشاشات. لو بصيت هنا في الاتش كي هتلاقي الساعة هنا جاية لك من اموليد بدقة 520 في 485، على عكس هنا الاكس 8 هتلاقيها ب 390 في 320. فهتلاقي طبعا الدقة هنا افضل في الاتش كي. وطبعا انا عايز اوريك فرق الشاشات، ودي طبعا هتبقى لصالح الاتش كي. هنا هتلاقي الالوان انقى، هتلاقي الالوان متشبعه اكتر. اللون الاسود في الاتش كي هتلاقيه لون اسود، لان البكسلات زي ما احنا متفقين في الشاشات الاموليد بتبقى افضل، لان البكسلات بتبقى ميته في اللون الاسود، على عكس الاكس 8 هنا هتلاقي اللون بيقلب رمادي. فهنا طبعا الشاشات هتبقى لصالح الاتش كي. وطبعا لو ملاحظين هنا هتلاقي في بوصله شغاله في الاتش كي، على عكس هنا الاكس 8 هتلاقي مفيش بوصله، هتبقى هي كشكلا بس، على عكس زي ما قلنا الاتش كي. لو بصيت هنا لاستحواذ الشاشه فهتلاقي الاثنين واحد، مفيش اي اختلاف بينهم. يعني اللي هتركبه سكرين هنا ممكن تركبه هنا، مفيش اي اختلاف. ولو
ولو برضو هتركب كفر او ايا كان هتلاقي برضو اللي هيركب هنا هو اللي هيركب هنا، فمفيش اي اختلاف. بس في نقطه انا عايز اتكلم عليها وهي الاولويز ديسبلاي. طبعا احنا بنقول الشاشه هنا اموليد وهنا اي بي اس، فالمفروض هنا يستغلوا الاولويز ديسبلاي بطريقه صحيحه، على عكس هنا الاكس 8 مستغلينه بطريقه ممتازه جدا. يعني طول ما انت تطفي الشاشه هتلاقي هنا الشاشه هنا الاولويز ديسبلاي شغاله، على عكس هنا الاتش كي هتلاقيها الشاشه بتطفي. يعني لو جينا هنا نعمل اختبار مثلا الشاشه مطفيه وجيت تشغلها هتلاقي هنا الشاشه نورت، بس هنا الاتش كي الشاشه هنا مثلا بتبقى مطفيه، تيجي تشغلها بتلاقي ظهر لك الاولويز ديسبلاي. المفروض الاولويز ديسبلاي تبقى شغاله على طول وانت طافي الشاشه زي ما موجوده في الاكس 8، ودي طبعا هتستغل هنا بطاريه بطريقه كبيره، لان هنا الشاشه اي بي اس، فمعنى كده البكسلات دي مش ميته، البكسلات دي حيه، فمعنى كده بتسحب من البطاريه. لكن لو كانت عملت في هنا الشاشه الاموليد كده كده الشاشه السوداء دي بتبقى بكسلات ميته، فكانت هتوفر في البطاريه بطريقه كبيره. فالنقطه اللي حبيت اقولها ان هنا الاولويز ديسبلاي افضل بكتير من اللي موجوده هنا، لان يعتبر هنا دي مش اولويز ديسبلاي، على عكس برضو هنا الشاشه هنا طبعا اموليد، فالوانها ممتازه بطريقه كبيره جدا او بفرق ملحوظ عن الاكس 8. يعني هتفرق ايه دقه الشاشه؟ كل ما بيزيد عدد البكسلات في الشاشه كل ما هتلاقي الكلام دقيق او ما فيهوش بكسله. يعني لو بصيت هنا في الاتش كي هنا هتلاقي الكلام صغير ومش باين بكسله، على عكس الاكس 8 هنا هتلاقي الكلام ببكسل شويه، فدي ميزه انا شايفها كويسه جدا في الاتش كي ومش موجوده في الاكس 8. لو هنيجي للساعتين هنا، فالساعتين هيشتغلوا عادي بالوير في برو، بس لو هتيجي لكل نظام ساعة هتلاقيه مختلف عن النظام التاني. يعني لو بصينا للاتش كي هنا هتلاقي النظام هنا انا شايفه سلس عن الاكس 8 بطريقة ملحوظة. يعني انت لو لاحظت هنا هتلاقيه في لاج بسيط على عكس الاتش كي. وغير كده برضو لو بصينا مثلا في القوائم والكلام ده كله هتلاقي هنا الاتش كي جاي مرتب اكتر او منظم اكتر، وتحس ان هم تعبين في النظام على عكس الاكس 8 اللي تحسه بالنظام الصيني المعتاد بتاعه. ولو بصينا برضو في النمط الرياضي برضو ممكن ده اكتر حاجة ممكن تبين. يعني لو ضغطنا على النمط الرياضي هنا وهنا هتلاقي في فرق ملحوظ في الاتش كي والاكس 8. يعني هنا هتلاقي كل حاجة منظمة وكل حاجة سلسة، على عكس الاكس 8